الإمارات العربية المتحدة دولة فيدرالية من إمارات 7 تجتمع تحت حكومة مركزية ترفع علما وطنيا. يرمز هذا العلم إلى دولة الإمارات المتحدة، وإذا توسطه نسر ذهبي صار علم رئاسة الفيدرالية. وقبل ظهور الاتحاد بين الإمارات 7 ارتفع أكثر من علم في هذه المنطقة، حيث كان الخليج العربي واقعا تحت سيطرة شركة الهند الشرقية. وبعد منتصف القرن 18 بدأت الإمارات المختلفة تتكون تدريجيا، وأخذت فكرة الوحدة في التطور. والمقصود بالإمارات هنا الإمارات 7 الحالية التي تتكون منها دولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى قطر والبحرين. في عام 1853 تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية شاملة مع البريطانيين لإعادة السلام البحري والتخلص من النزاعات القبلية، مقابل اتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الإمارات. وبحسب الاتفاق مع الحكومة البريطانية ترفع جميع هذه الإمارات أعلاما حمراء لتمييز سفنها بالبحر، ولكن أرادت كل إمارة المزيد من التمييز لسفنها، فقامت كل إمارة بإضافة اللون الأبيض بصورة تختلف عن شكل أعلام الإمارات الأخرى، ولكنها اتفقت جميعا على اختيار اللون الأحمر كلون ثابت وأساسي لكل إمارة. قرر حكام الإمارات عام 1967 تأسيس ما سمي بمجلس حكام الإمارات المتصالحة، باعتباره مركزا لتطوير الاقتصاد. واتخذ هذا الكيان علما خاصا به اعتمد على اللونين الأبيض والأحمر، إضافة إلى نجمة خضراء تتوسطه. كانت فكرة الاتحاد قد تبلورت أكثر بين الإمارات 7 الباقية، وذلك في اجتماع شهير عقد بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قرية السميح الحدودية في 18 من فبراير من عام 1968. تم إعلان قيام اتحاد الإمارات العربية في 2 من ديسمبر من عام 1971، وفي اليوم نفسه رفع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علم الإمارات للمرة الأولى في قصر الضيافة في دبي، الذي يعرف اليوم باسم بيت الاتحاد. والعلم بشكله الحالي مستطيل الشكل وطوله ضعف عرضه، وينقسم إلى 4 أقسام مستطيلة الشكل تتكون من الأبيض والأسود والأخضر. والقسم الأول منه هو الأحمر، وهو يشكل طرف العلم القريب من السارية وطوله بعرض العلم. وقد صمم العلم شاب إماراتي اسمه عبد الله محمد المعينة، ويرمز اللون الأبيض للبر والمعروف، والأسود للمعارك، والأخضر للأراضي الخضراء الواسعة، والأحمر لدماء الأعداء. وقد كتب كلمات النشيد الوطني الإماراتي الشاعر عارف الشيخ، الذي كتبها على لحن النشيد الوطني، حيث كان النشيد يعزف كموسيقى فقط حتى عام 1996، وتم اعتماده رسميا في نفس العام. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن، حكايته هي حكاية علم.